الرحيم. في البداية كنشكروا جريدة الجنوبية على الاستضافة. الحمد لله كنشغل منصب مدرب فريق شباب الوطية. التحقت بالفريق في بداية هذه المرحلة ديال الإياب، وذلك من أجل الوقوف على الفريق ومساعدة الفريق في الخروج من هذا المحنة اللي كيتخبط فيها صراحة ديال النتائج. وبصفتي مدرب سبق لي أن تعاملت مع الفريق وخدمت معه، ما خافياش عليا الأجواء هنايا، والحمد لله حنا انضمينا باش نساندوا الفريق ديالنا ونوقفوا معاه ونخرجوا من هذا المأزق اللي هو فيه. وعلاش لا كاع ما نحققوا نتائج ايجابيه ونحتلوا الرتبه الاولى ان شاء الله في العصر. بالنسبه للمباراه القادمه ديالكم مع فريق خريب كاع ياك، شنو هو كيفاش كتشوف هذه المباراه هذه؟ واش يعني يمكن تحققوا شي نتيجه؟ بغينا تعطينا توقعك ومدى استعدادكم وجاهزيتكم لهذه المباراه. والحمد لله احنا في هذه المرحله ديال الاياب صراحه الفريق بصفه رئيس الفريق والاداره قاموا بانتدابات جديده للفريق في هذه المرحله هذه. وكنشوف انا بالنسبه لي فريق اولمبيك خريب بحال الفرق، هو فعلا كاين اختلاف ديال الامكانيات والبشريه والماديه، ولكن هذا ما كيعنيش ان اللاعبين حتى حنا عندنا يمكن لهم يبصموا في هذه المباراه ويعطوا يبينوا على المهارات والامكانيات اللي عندهم ويحققوا نتيجه ايجابيه، خاصه وحنا مستقبلين في الميدان ديالنا وقدام الجمهور ديالنا. ونتمنى ان شاء الله تدوز مباراه في روح رياضيه وفي اجواء رياضيه ونحققوا فيها الفوز ان شاء الله. علاش لا؟ بالنسبه للاعبين، واش هناك يعني لاعبين يمكن يحققوا نتائج؟ والله مازال يعني الفريق في حاجه ماسه لاستقطاب لاعبين جدد يعني تطعيم الهجوم، وايضا يعني هو بالنسبه للانتدابات في الحقيقه ما بقى عندناش الحق دابا، لان مرحله الانتدابات صافي سدات وما يمكن لناش نزيدوا اي لاعب. غادي نكتفيوا بهاد اللاعبين اللي جبنا والحمد لله كنظن فيهم الكفايه ان شاء الله. احنا المشكل اللي كيتخبط فيه الفريق هو المشاكل الماديه، خاصه التاخير هذا المنح اللي كتعطى من الجهه ولا من المجلس الاقليمي ولا من الجامعه. المنح كتجي متاخره بزاف، كتخلي المكتب المسير كيتخبط في مشاكل. نتمنى الناس اللي كيدعموا الفريق او يدعموهم من جديد يحاول ما امكن يسارعوا بهذه المساعدات باش يمكن الفريق يمشي بمسيره جيده ان شاء الله. اذا على حد قولكم استاذ على انه يعني تاخر المنح الخاصه بالمجال الرياضي والفرق الرياضيه هي التي تؤثر سلبا على نتائج الفرق. هل ايضا بالنسبه لجاهزيه اللاعبين، اللياقه البدنيه، هل اللاعبين يعني في كامل اللياقه البدنيه ام يعني يحتاجون العمل اكثر واكثر؟ بالنسبه للاعبين احنا اغلبيه الله التحق هذه السيمانه بعد المرحله ديال التوقف من مرحله الذهاب. مازال احنا كنحاول ما امكن نهيئهم بدنيا، ولكن نتمنوا لان كيقول لك اليد الواحده لا تسفق. نتمنوا ان المجالس والناس المسؤولين يحاول ما امكن يساعدوا الفريق ويدعموه، والدعم يحاول ما امكن يجي في الوقت المناسب ديالو، لان التاخير ديالو كيرجع صراحه بالسلب على المردوديه ديال الفريق بصفه عامه. ما نساوش كذلك نضيفوا بان شباب الوطيه لا جمهور عريق الالترا، وصراحه كيساند الفريق داخل الميدان وخارج الميدان، كينتقل على حساب ديالو وكيخسر من جيبو ومضحي صراحه. الدراري الشباب اللي نتمناو ما نخيبوش الظن ديالهم في هذا الاياب هذا ونحققوا نتائج ايجابيه للفريق. شكرا.